صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الدفا. النهارده بقى الجو يا جماعة ساقع جدا، فقلنا إن شاء الله كده ما بدهاش نعمل حاجة كده منها معجنات، ومنها كل ولادنا يعني تقريبا بيحبوها وما يقدروش يختلفوا عليها يعني. هنجيب ايه دلوقتي؟ هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا كده حوالي كيلو ونص من الدقيق، هنحط عليه كيس من الخميرة الفورية، وكمان معلقة من البيكنج باودر بس تكون صغيرة. ماشي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكيس من الخميرة الفورية. وبعد كده هنحط معلقة سكر ومعلقة ملح. وبقى اللي هنعجن بيها بقى وتخلي معاكي العجينة طرية جدا وجميلة، اللي انا حطيته ده مش لبن ولا زبادي، ده الترويب بتاع السمنة. عارفين انتوا لما بنيجي ناخد السمنة كده او نفصلها عن بعض، في لبن كده بينزل منها، هو ده اللي انا هعجن بيه. حلو، بنقول عليه الخض بتاع السمنه البلدي. حلو الكلام، وبيبقى جميل قوي قوي وبيدي طراوه حلوه قوي لاي معجنات بتعمليها. طبعا بعد ما حطينا بقى اللبن بتاع السمنه او الخض بتاع السمنه، هنعجن فيها ونحط عليها كوبايه ميه دافيه، ونبدا بقى نسمي الله ونعجن فيها كده على لحد العجينه معاكي ما تحسي انها ناعمه كده وجميله ولمت معاكي في البوله او في الطبق. طبعا انت بتفضلي تعجني فيها لحد ما تديكي ملمس ناعم وتحسي ان العجينه كده في ايدك ناعمه وجميله وملساء. هنجيب كده كيس ونفتحه وندهنه دهنه من الزيت. طبعا وانا بعجن كده حطيت زيت، حوالي كده ربع فنجان من زيت الزيتون. هنفتح الكيس وندهنه دهنه من الزيت، وندهن العجينه كمان دهنه من الزيت، ونغطي عليها بالمنظر ده لان الجو ساقع جدا، فلازم تكون العجينه في جو حراره دافي، يعني حاولي على قد ما تقدري تدفيها. تمام، غطيتها انا بقى بالفوطه كده وسبتها. وطبعا يكون المطبخ عندك تكوني مثلا مولعه فرنه قبليها طبعا، هتحسي ان الجو معاكي دافي، تحطيها جنب الفرن مثلا. حلو الكلام. معانا كده حوالي كده نص كيلو من السجق. تمام، طبعا الحشوه دي بقى في ايدك انت، عايزه تحطي بسطرمه، عايزه تحطي سوسيس، عايزه تحطي لانشون. انا اللي كان موجود عندي كده سجق، هنقطعه بالمنظر ده وهروح كده اديله تشويحه على النار بشويه زيت، وهشوح السجق واسيبه معايا دلوقتي لحد ما يبرد. تمام، في اللحظه دي بقى خلاص كانت العجينه معايا اختمرت وبقت بالجمال ده، شايفينها ناعمه يا جميله. يعني عايزه اقول لكم ناعمه في منتهى الجمال، يعني حتى كمان بتلزق في ايدي. التلزيق ده هيديكي طراوه جميله جدا في البيتزا بالذات، او اي معجنات بتعمليها حاولي انها تكون معاكي، تكون بتلزق شويه. الموضوع ده هيفرق معاكي جدا في الطراوه، ما تبقاش معاكي عجينه ناشفه وقاسيه كده. طبعا اعذروني الايام دي فعلا الواحد، يعني ربنا لا يعلم بيه التعب، يعني الحمد لله. فانا ممكن اكون مقصره معاكم شويه في الموضوع الكلام وكده، بس يلا ادعوا لي بقى، الله المستعان. نكمل الفيديو بتاعنا، نجيب بقى الصواني القمر بتاعتنا دي، ندهنها دهنه من الزيت، وبعد كده تقرصي كل كوره على قد الصينيه اللي انت هتعملي فيها. تمام، بعد كده تحطيها وتسيبيها ترتاح شويه عشان تعرفي تفرديها. احنا مش عايزينها تخمر ولا اي حاجه، احنا بس عايزينها ترتاح شويه عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بالمنظر والسهوله دي كده. هنبدا بقى العجينه دي كده معايا ارتاحت شويه، هبدا افرد فيها عشان تمشي معايا سهله كده وما تتعبنيش. لازم تسيبيها ترتاح، حتى لو جيتي تفرديها لقيتيها بتمط معاكي او بترجع، سيبيها شويه كمان مش هيحصل اي حاجه. مع بروده الجو فتحسي كل حاجه ماسكه في بعضها، وكمان الماده الدهنيه اللي بتحطيها بتقفش معاها. حلو، خلاص كده فردتها بالمنظر ده. حاولي كمان تبططي فيها كده على قد ما تقدري من جوه لبره، وتعملي لها حروف، يعني حاولي تعملي للصينيه حرف، هيبقى شكله حلو قوي وهيديكي نفس البيتزايه اللي بتجيبيها جاهزه بالشيء الفلاني من بره. هنجيب بقى كده بعد ما فردناها شوكه ونفتح فيها او خله سنان. تمام، وتفتحي كده فيها عشان ما تعلاش معاكي في الفرن. يعني هي طبيعه البيتزا ما بتبقاش، يعني مش عايزينها تبقى كيكه، بس عايزين اللي هو الارتفاع المعقول بتاعها. معايا هنا معلقتين 3 من الصلصة، معلقتين 3 من الكاتشب، قلبتهم على بعض. وبعد كده عايزة تحطي بقى فص توم براحتك، مش عايزة بلاش. انا حبيتها زي ما هي كده، ما حطيتلهاش توم ولا حاجة. هنجيب بقى الصلصة بتاعتنا وندهن وش البيتزاية بتاعتنا لحد ما نغطيها خالص. وبعد كده قطع من الطماطم، وما تكونش كتير وما يكونش القلب بتاعها، مش عايزة يعني الطماطم تكون بميتها علشان تديكي ما تعجنش معاكي بمعنى اصح. يعني خدي الطماطم ما تاخديش القلب. وبعد كده قطع السجق اللي احنا اديناها تشويحه بس على النار، شويه ملح وفلفل فقط لا غير. وبعد كده هنبدا بقى نحط السجق بتاعنا الحشوه، وبعد كده الفلفل الالوان
جميل كده، وعايزه اقول لك الوان كده جميله. والبيتزايه اللهم بارك عليها تشوفها في اخر الفيديو خطيره. بعد كده هنجيب بقى الفلفل بتاعنا، نبدأ نرصه بالشكل ده، وشوية كده من الزيتون. أكيد يعني بيتزا يعني زيتون، يعني جبنة موتزاريلا. وبعد كده الجبنة بالمنظر ده، وادي كمان خلصنا كده الصينيتين دول. هندخلهم الفرن، وبعد بقى ما يطلعوا معانا من الفرن هتشوفوا القمر والجمال. صينية بيتزا دي ولا لأ؟ وبيتزا خطيرة كده. بعد ما طلعت خلاص من الفرن، ما خدتش معايا 10 دقايق لأن الفرن كانت سخنة. تمام، شايفينها بقى جميلة كده، واللهم بارك عليها، شكل وطعم وريحتها كانت قلب الدنيا. كفايه كده ان انت تشغلي الفرن في الجو ده، مفيش احلى من كده جو شتوي. طبعا كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب، وهنبدا نعمل اكلات سريعه واكلات سهله واقتصاديه، وهنحاول على قد ما نقدر يعني نعملها اقتصاديه باذن الله. الفيديوهات الجايه اللي هتنزل لكم كلها حلوه جدا وهتعجبكم. شايفين بقى دي كده كانت فطيره انا عملتها من بواقي العجين يعني. عملت قرص كده سويته على البوتاجاز اوام اوام، طلعت بالشكل ده. حشيتها من جوه بقى جبنه موزاريلا وشويه من السجق وكده. وعايزه اقولك طلعت جميله جدا وخطيره. عملتها كده على البوتاجاز لابني الصغير كان مستعجل على الغدا. وزي ما انتم شايفين كده خلصنا كل البيتزاهات بتاعتنا. يعني بتمن بيتزاية واحدة من اللي هجيبها من بره انت عملتي 3 4 بيتزات، اللهم بارك عليهم، مشبعين جدا، اقتصاديين جدا. انا عايز اقولك انا اكلت قطعه ما قدرتش اكملها اصلا. فاللهم بارك دسمه وغنيه كده، بالذات بقى لما تعجنيها بلبن او زبادي او لبن رايب. عايز اقولك جميله. بصوا يا جماعه الطراوه بتاعتها حلوه وطريه وجميله. مش شرط يعني ان الجبنه تكون بتمط ولا حاجه، لان هو بيرجع لنوع الجبنه. بس كفايه ان انت بتاكليها كده طريه معاكي ومدياكي اطعمه كده جميله ومختلفه. تعالوا بقى نحط كده الكاتشب ونزينها. وعايزه اقول لك بقى الكاتشب بيديها طعم حلو جدا، والولاد كده بينبهروا بشكله. يعني بصرف النظر ان هم كفايه ان انت تقولي كاتشب في الاكله بينطوا فيها على طول. كده ادي قطعه كمان. عايزه اوريكم كمان كل صينيه هوريكم منها هوريكم قطعه طالعه عامله ازاي منها. بصوا استنى نطلع الصينيه دي كده مع بعض. بصوا طريه معايا كمان يا جماعه، عامله زي الفطيره بالظبط، مش عجينه. والله احلى من الفطير. شايفين الطراوه بتاعتها في ايديا وانا بشيلها وبحطها كده. هحاول اقطع منها حته. ماشي. وعايزه اقول لك دي في رمضان بتبقى منجزه وجميله وما بتاخدش وقت. وعايزه اقول لك ولادك هينزلوا في الفطار كده على طول، جنبها شويه عصير كده، واللهم بارك عليها. شايفين بقى برضو طريه وجميله. عايزه اقول لك كل ال3 انواع من البيتزا دول اللي انا عملتهم. انت ممكن تغيري في الحشوه، ممكن كل صينيه تعمليها بحشوه مختلفه. بس انا يعني قلنا نوع من الاقتصاد ان احنا نعمل كله بحشوه واحده وكله يبقى طعم واحد. شايفين دي بقى اخر صينيه طلعت معايا، شايفينها جميله ومستويه وزي العسل، والجبنه كده بتبظ وتلز منها. برضو هوريكم هقطع معاكم حته منها كمان، واوريكم شكلها كده من جوه. اللهم بارك عليها، طريه جدا. استنوا كده اخد حته كده ادوقها. خطيره يا جماعه، والله خطيره. ده كده كان الفيديو بتاعنا سريعا، وان شاء الله يا رب يكون عجبكم. ولو عندك حتى نص كيلو دقيق هتعملي شوية بيتزا كده او بيتزتين 3 حلوين جدا، اوفر واحسن من بره بكتير جدا. بصي هطلع لكم بقى حتة من الصينية اللي طلعت لسه سخنة، على فكرة انا مش عارفة امسكها، لسه طرية منها طالعة من الفرن. استنوا احاول برضو اطلع لكم حتة واوريها لكم. جميلة جدا وخطيرة خطيرة يا جماعة، طعمها في منتهى الجمال. يلا بقى استعدي كده وقومي كده، لو مكسلة قومي كده اعجني نص كيلو من الدقيق، مية وخميرة بس، انا ما ضفتش اي حاجة، من غير اي اضافات ولا لبن بودرة ولا اي حاجة خالص. هما شوية مية وعجين وشوية لبن او زبادي، عملتي احلى بيتزا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.